السلام عليكم إخواني، إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة. في صباح هادئ من يوم 10 من يونيو 2025 تحولت مدرسة ثانوية في مدينة قرات النمساوية إلى مسرح دموي لمجزرة هزت البلاد، حيث أقدم طالب سابق بإطلاق النار على زملائه السابقين بعدما تسلح بالحقد والرصاص، وفي أقل من 20 دقيقة سقط 10 قتلى وأكثر من 30 مصابا. فماذا حدث يومها ولماذا؟ تقول التحقيقات الأولية أن مرتكب المجزرة هو الشاب النمساوي آرتر البالغ من العمر 21 سنة. كان طالبا سابقا في نفس المدرسة، لكنه ترك الدراسة قبل عامين دون إنهائها. وصف بأنه انطوائي وتعرض للتنمر المستمر من زملائه. تقول تقارير الشرطة: وفي رسالة وداع وجدت في شقته كتب فيها: لقد دفنتموني حيا حيث كنت معكم، والآن ستدفعون الثمن. وفي تمام الساعة 9:55 صباحا دخل آرتر المدرسة مسلحا بمسدس وبندقية صيد، وبدأ بإطلاق النار في الطابق الثاني مستهدفا الفصول التي كان فيها ضحاياه أو أصدقائه. آرتر في هذه المجزرة استخدم فيها أكثر من 40 طلقة في دقائق معدودة. فبدأ الطلاب والمعلمون في الركض مذعورين، بعضهم اختبأ تحت الطاولات وآخرون قافزوا من النوافذ. فخلال 17 دقيقة فقط قتل خلالها 10 أشخاص قبل أن ينتحر الجاني في دورة المياه المدرسية. وبعد انتشار الخبر وصلت الشرطة إلى المدرسة يرافقها أكثر من 160 منقذا ومسعفا، حيث تم إخلاء المبنى خلال 20 دقيقة. ودخلت النخبة كبرى إلى الفصول وهي في حالة تأهب. النخبة كبرى يمكن هي نوع من أنواع الشرطة التي تتدخل في مثل هذه الحالات، حيث وجدوا الجاني منتحرا. فامتلأت المستشفيات وأقيمت قاعات للطوارئ لاستقبال المصابين. وفي خطوة تخفف الجراح على عائلات الضحايا، أعلن المستشار النمساوي الحداد ل3 أيام، ونكست الأعلام في البلاد كلها. كذلك أقيمت وقفات بالشموع أمام المدرسة، ووقف الشعب كله دقيقة صمت في صباح اليوم الثاني. لكن السؤال المطروح هو: كيف يمكن لطالب سابق لديه سجل نفسي أن يحصل على أسلحة مرخصة بسهولة؟ أحد المصادر تقول أن آرتر لم يتواصل مع أي طبيب نفسي، لكنه خطط للهجوم منذ أشهر. السؤال المطروح هو: هل كان يمكن منعه؟ وهل تجاهل المجتمع إشارات الإنذار؟ كذلك، هل ستعيد هذه المأساة النقاش حول قوانين حمل السلاح في أوروبا؟ الأسئلة أكثر من الأجوبة، لكن الأكيد أن جروح غراس ستبقى مفتوحة لوقت طويل، وفي كل مرة سنشاهد فيها مأساة مثل هذه، وندرك أن الغضب المكبوت يمكن أن يكون أخطر من أي سلاح. فلنستمع لمن حولنا، لعل كلمة واحدة أو حضن أو حتى صمت صادق يمنع كثيرا من الحوادث. الحصيل الأولي للهجوم لقي 10 أشخاص مصرعهم، من بينهم 6 إناث و3 ذكور وامرأة تبلغ من العمر 59 سنة. ثم توفيت فتاة أخرى لاحقا ليصبح العدد 11 وفاة، بما فيها ذلك الجاني. شكرا لكل من يتابع هذه القناة، وإلى اللقاء.